حي وسط البلد مش مجرد شوارع وعمارات قديمة، ده حكاية مدينة اتبنت علشان تبقى واجهة مصر الجديدة في نص القرن ال19، وتحديداً من سنة 1867. الخديوي إسماعيل كان عنده رؤية مختلفة للقاهرة. الرؤية دي ما جاتش من فراغ، دي اتكونت بعد رحلاته الكتير لأوروبا، لما شاف بعينه مدن زي باريس وفيينا. شاف شوارع واسعة ونظام وعمارة ليها شكل وهوية. وقتها بدأ يسأل نفسه، ليه القاهرة ما تبقاش كده؟ ليه ما يكونش لمصر عاصمة تليق بتاريخها ومكانتها؟ ومن هنا فكرة القاهرة الخديوية بدأت تتشكل، مدينة جديدة تبرع حدود القاهرة القديمة، وتبقى مدينة عصرية تشبه أعظم عواصم أوروبا، لكن بروح مصرية. الخديوي إسماعيل استعان بمهندسين أوروبيين، خصوصاً من فرنسا وإيطاليا، علشان يخططوا الحي من الأول. الشوارع اتعملت واسعة، الميادين اتنظمت، والعمارات اتبنت على طراز أوروبي واضح، بشرفات وبلكونات وزخارف كانت جديدة تماماً على مصر وقتها. بناء الحي ما كانش سريع، وإنما أخذ سنين طويلة من التطوير، وتصرف عليه كتير، لأن الهدف ما كانش بس مباني، لكن مدينة كاملة ليها نظام وشكل وروح. ومع مرور الوقت وسط البلد بقت أجمل حي في مصر، وأجمل حي في الشرق الأوسط كله، لدرجة إن سنة 1925 القاهرة تصنفت واحدة من أجمل عواصم العالم، وكان حي وسط البلد هو القلب الحقيقي للجمال ده. الناس كانت بتيجي من كل حتة علشان تمشي في شوارعه، تتفرج على عماراته، وتعيش أجواء مدينة مختلفة عن أي مكان تاني. وسط البلد ما كانش مجرد مكان للسكن، ده كان مساحة عاشت فيها أهم شخصيات مصر، أدباء، مفكرين، فنانين، وصحفيين وسياسيين، كانوا جزء من تاريخ البلد وساكنين في قلب الحي. وشوارعه بقت علامات في الذاكرة، زي شارع طلعت حرب وقصر النيل وعماد الدين وميدان الأوبرا وميدان التحرير، أماكن مش بس بنعدي منها، لكن بنقف عندها ونفتكر. الحي كان مليان مصادر معرفة، جرايد قديمة، مكتبات، ومقاهي كان الكلام فيها بيسبق الزمن. كل زاوية كان ليها حكاية، وكل عمارة كانت شايلة تاريخ. ومع دخول الإنجليز مصر، اختاروا حي وسط البلد يبقى مكان للسكن ومركز للإدارة، لأنه في الوقت ده كان الحي الأكثر تنظيماً في القاهرة، والأقرب لطبيعة الإدارة الحديثة وأسلوب الحياة الأوروبي. سكنوا العمارات الكبيرة، وبقى وسط البلد مركز للحكم والإدارة والنفوذ. لكن بعد ثورة يوليو 52 الحي دخل مرحلة جديدة، معظم الأجانب مشيوا، والاهتمام بوسط البلد قل، الصيانة انعدمت، والعمارات اللي اتبنت بذوق عالي وفن اتساب عليها الزمن. ومع تغير نظام الحكم اتغيرت أسماء شوارع ومعالم كتير، وحاجات كان ليها قيمة ورمز ابتدت تختفي واحدة واحدة. التنظيم اللي كان مميز الحي ابتدى يتراجع، ودخلت العشوائية في تفاصيل المكان وفي استخدامه. وسط البلد ما بقاش بنفس صورته القديمة، ولا بنفس النظام اللي اتبنى عليه. لكن رغم كل ده، الأصل ما اختفاش، كان بس مستخبي تحت طبقات من الزمن والتغيير. الفيديو ده والقناة دي فكرتها قايمة على التركيز على الأصل، المكان نفسه، مش بس الصورة الجميلة اللي كان عليها. في محاولة إننا نقرب من أحياء مصر الجميلة ونشوفها زي ما كانت زمان، من خلال صور نادرة وقديمة بقدم اختراع التصوير ذاته. الصور دي تم تلوينها ورفع جودتها باستخدام التقنيات الحديثة، وبنسبة خطأ قليلة جداً عن ما تعبر عنه أصل الصور. الهدف مش إننا بس نعيش الماضي، لكن علشان نفهمه، وعلشان لما تتفرج على الفيديو وبعدها تنزل تمشي في الشوارع دي بشكلها الحالي، تقف شوية وتتأمل إزاي الزمن بيتغير وبيتطور، وإزاي المكان الفلاني كان شكله كده في الصور ودلوقتي بقى شكله كده. يمكن العمارات اتبدلت، ويمكن الواجهات بهتت، لكن الروح لسه عايشة في التفاصيل. وفي الآخر هنسيبكم تتفرجوا على باقي المشاهد
وتعيشوا الرحلة بنفسكوا بين ماضي لسه عايش ومستقبل مستني اللي يبدأوا. ولو الفيديو عجبكوا ما تنسوش تعملوا إعجاب وتكتبوا لنا في التعليقات عن الأماكن اللي نفسكوا تشوفوا شكلها زمان، واشتركوا في القناة وسامحونا لو في أي أخطاء تقنية أو معلومات تاريخية مش دقيقة.